ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هو أكبر شرير اليوم؟ طبعا إذا نظرنا للناحية العقائدية لا شك أن إبليس هو الشرير الأكبر وهو العدو الأكبر للإنسان، هذه عقيدتنا، وهو الشرير الأكبر باستمرار. ولا شك أن النفس الأمارة بالسوء تأتي في مقدمة هذا الشر الأكبر، فهي التي تحرك كل الفساد وكل الطغيان وكل الأذى، فلا شك أنها شرير أكبر. لكن لو نظرنا تاريخيا أيضا سيأتي في القائمة من هو الشرير الأكبر، سيأتي بالإضافة لهؤلاء. المغول شرير كبير ليس علينا وإنما على البشرية كلها. أيضا الصليبيون هؤلاء شرير كبير، كم قتل وكم دمر وكم اغتصب وباسم الدين. لا شك في العصر الحديث في القرن العشرين بالذات سيأتي الاستعمار الفرنسي وماذا فعل في شمال أفريقيا وبالذات في الجزائر، الاستعمار الإنجليزي وماذا فعل في الهند وماذا فعل في كل العالم. لا شك أنها تأتي في مقدمة الشرير الأكبر، فهذه كلها أمثلة للشرير الأكبر. لكن اليوم من هو الشرير الأكبر؟ بالإضافة طبعا لإبليس والنفس الأمارة بالسوء. قبل أن نجيب لازم نحدد ماذا نقصد بالشر. هل المقصود بالشر هو العنف؟ كل عنف هو شر؟ لا. فالمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني مثلا هذه ليست شر، هذه كلها خير ويجب أن ندعمها ويجب أن نكون معها، لأنها دعوة تحرر وليست شرا، وهي ليست دعوة للعنف، هي دعوة لإقامة العدل والحق. وأيضا الشر هو ليس الألم. ألا ترون أن الجراح الذي يعني يقص هذا ويترك آلام قد تستمر أشهر، هذا في صالح المريض، فهو ليس الألم. إذا ماذا نقصد بالشر؟ الشر هو التسبب في معاناة الآخرين لأسباب غير أخلاقية، وبالتالي تخرج المقاومة ويخرج الطبيب من هذا التعريف: التسبب في معاناة الآخرين لأسباب غير أخلاقية. هذه الأسباب قد تكون عنصرية، إيمان بأن عرق أفضل من عرق، أو الطمع، أو حب السلطة، أو الإجرام في بعض الناس ساديين مجرمين. والشر الأكبر يعتمد أكبر ماذا؟ أكبر حجما. ففي هذه الحالة الأكبر حجما هو الاحتلال الصهيوني الذي جعل فلسطين تعاني وجعل كل الشعوب العربية بل العالم الحقيقة يعاني من وراء هذا الشر الكبير. أيضا يأتي من ناحية الحجم الكبير يأتي الطغيان العالمي والطغيان المحلي، كل الشعوب تعاني. هذه سوريا مثال واضح على حجم الألم وحجم الشر الذي أصاب سوريا الشريفة الطاهرة مهد الحضارة، أصابها بسبب هذا الطغيان المجرم، كم مئات الألوف قتلوا وغير الذين اغتصبوا وتشردوا وغيره، حجم كبير. أيضا يأتي في الشر الأكبر الانقلابات العسكرية، كم خلفت من جرائم ومن إعدامات ومن سجون ومن تخلف وأذى، تجد هذا واضح في اليمن وفي غيرها. فإذا نظرنا من ناحية الحجم كل هذا يأتي. إذا أردنا أن ننظر من ناحية عمق الأثر فأيضا يأتي الاحتلال الصهيوني هو وراء معظم المعاناة العميقة التي أصابت الشعب الفلسطيني بل كل البشرية. والانقلابات أثرها عميق داخليا وخارجيا وتاريخيا، وفي ترك الأمة في تخلف. لا شك يأتي في الشر الأكبر هنا الطائفية التي مزقت أمتنا وشغلتنا بأنفسنا حتى نسينا فلسطين.
يأتي أيضا من ضمن الشر الأكبر الدول الغنية التي تدعم الطغيان والاستبداد، بل حتى تقيم علاقات مع العدو الصهيوني علنا وسرا. لا شك هذا كله شر أكبر. أما أكبر الشر اليوم والأطول زمنا وأعمق أثرا وأكبر حجما فهو الاحتلال الصهيوني. الاحتلال هذا، ثم يأتي الطغيان، ثم تأتي الانقلابات. هذه هي الشر الأكبر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نقف حجر عثرة أمام هذا الطغيان الأكبر. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا